أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم في برنامج أرسالية الروح القدس. يا أحبائي، سلام المسيح لجميعكم. رب يبارككم. سعيد جدا إن أنا ألتقي بكم مرة تاني، وإن أنا يمكن أنا مش شايفكم بعناية، لكن بقلبي وبروحي أنا بشوف شعوب وأمم باسم الرب يسوع بتسمع كلام الرب ليا وليكم، لأن الرب بيكلمني زي ما بيكلمكم تمام. فأنا بسمع إلا بوق من الرب بيتكلم إلى لي أولا ولحضراتكم. فالرب يبارككم. كنت اتكلمت في المرات اللي فاتت كتير عن يوسف واخد نصيب كبير من الكلام عنه، لأنه أكتر واحد بيرمز للمسيح في إرساليته لشعب مصر والأرض مصر. وأنا عايز أشجع كل المصريين، كل حد مصري، إحنا شعب مبارك جدا، احنا شعب غالي على قلب الرب، احنا شعب محبوب جدا. مكتوب كده: مبارك شعب مصر. احنا لينا رسالة للعالم كله، احنا مسؤولين ان احنا نوصل صوت ربنا لكل الدنيا من خلال مصر. فانا عايز ابتدي معاك واشجعك بالكلمات الرائعة دي. شفت المرة اللي فاتت اتكلمت عن يوسف وازاي نعتبر اللي حصل معاه كله هو إرسالية من الرب. كل الآلام وكل المضايقات اللي شافها في بيت أبوه وإخواته حوله الرب لخير يوسف، ويوسف نفسه قال كده إنه أنا مرسل من الرب. أنا عايز أشجعك بالكلمات دي. افتح كده ذهنك معايا ودنك معايا بالروح القدس. اسمع ربنا بيقول لك إيه: كما استخدمت يوسف ليفتح مخازن الحياة في زمن المجاعة، هكذا أفتح لك أبواب الإعلانات في زمن الجفاف الروحي. تاني: كما استخدمت يوسف ليفتح مخازن الحياة في زمن الجوع، هكذا أفتح لك أبواب الإعلانات في زمن الجفاف الروحي. إن كنت مرفوض من إخواتك، لكن موضعك محفوظ في قصر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. إن كنت بكيت في السجن، فسيرفعك الرب إلى الملك فوق المنصة. لأن من يتبع مسيح المجد لابد أن يشرب من كأس يوسف. من يتبع مسيح المجد لابد أن يشرب أولا من كأس يوسف. يوسف شرب شوية تعب وألم، لكن حول الرب الألم إلى مجد. إن كان يوسف اتذل حوالي يمكن 17 سنة ولا أكتر شوية، لكن بعد كده يقول الكتاب كان عنده 30 سنة لما وقف قدام فرعون، ومات يوسف وهو في سن 110 سنة. يعني من سن 30 لغاية 110، أكتر من حوالي 80 سنة تعويض إلهي. زمن الذل محدود، لك ضيق محدود، زي ما بيقول في سفر الرؤيا: لك ضيق 10 أيام. محدود، الضيق محدود، لكن المجد غير محدود. التعويضات الإلهية من المجد غير محدود لحياتك باسم يسوع. كمان أشجعك بالكلمات دي من الرب الإله لكل من يؤمن ويصدق: كما رفعت يوسف في وسط أرض لا تعرفني، هكذا أرفعك لتكون أنت صوتي في أمة لا تدركني ولا تعرفني. كما جعلت الجميع يركعون أمامه، أضع هيبتي وعليك وأظهر مجدي فيك وأظهر نعمتي فيك، فالكل يخضع للرب اللي فيك. الكل يخضع للرب اللي فيك أنت. آمين. خلوني يا أحبائي أتكلم معاكم شوية عن الإرسالية بالارتباط بالنبوة. الإرسالية اللي الرب كلف بيها يوسف في أرض مصر، بالارتباط بأرض مصر كأرض النبوة. أيوة، مصر لها نصيب عظيم في الأيام الأخيرة، في نبوات الأيام الأخيرة. هتكلم في الأول عن أن الرب له سلطان الإرسالية. الرب له سلطان الإرسالية بالضبط. تحديد، لو هنتكلم كده تحديد الحقل المرسلي، فين الحقل المرسلي؟ كان فين؟ في عدد 5 وآية 5 وآية 8 في سفر التكوين أصحاح 45. الحقل المرسلي كان في مصر، ومصر في ذلك الوقت تشمل فرعون وكل شعب مصر والعبرانيين اللي جم في أرض مصر المتعبدين للرب.
يبقى ده أول حاجة، تحديد الحقل المرسلي. نمرة 2 تحديد الهدف. إيه الهدف؟ إيه هدف إرسالية الرب ليوسف؟ إيه الهدف؟ لاستبقاء حياة، في عدد 5 وعدد 7 من سفر التكوين أصحاح 45. لاستبقاء حياة، قال لإخواته كده: ليجعل لكم بقية وليستبقي لكم نجاة عظيمة. يعني رب أرسله عشان يفضلوا إخواته أحياء على قيد الحياة، كان ممكن يهلكوا ويموتوا من الجوع، لكن الرب أرسل يوسف عشان يستبقي حياة ونجاة لإخواته. الرب له سلطان الإرسالية. قال يوسف لإخواته كده في آية 8 من تكوين 45: ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. طيب من هو المرسل؟ يبقى احنا عرفنا المرسل أو الذي له سلطان الإرسالية هو الرب الإله. من هو المرسل؟ هو يوسف. يوسف مرسل من الرب. يوسف اللي معنى اسمه يزيد. قال يوسف في هذه الكلمات: أرسلني الرب الإله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. يعني قبل وصولكم هنا وقبل ما يحصل الجوع، أنا جيت في التوقيت المناسب، وأنت موجود في مصر في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب. وإذا كنت بتسمعني وأنت بره مصر، مش لازم، يعني ممكن تحط الاسم المكان، اسم الدولة والاسم الشعب اللي أنت موجود فيه. أنت مرسل في الوقت المناسب، أنت في الوقت وفي التوقيت اللي الرب عايزك فيه، في المكان اللي الرب عايزك فيه. ده المرسل يوسف. طيب الأمر اللي بعد كده ضمان نجاح الإرسالية. ضمان نجاح الإرسالية. اللي يضمن بقى نجاح إرسالية، اللي ضمن نجاح إرسالية يوسف المعية الإلهية في حضور للرب في حياة يوسف. في تكوين 39 صح 39 وآية 2 و3 و21 و23 يقول كده، يقول كده كتاب: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. كان الرب مع يوسف. سر نجاح الإرسالية وضمان نجاحها هو أن الرب مع المعية الإلهية. كان الرب معاه، عشان كده كان رجل ناجح. مش ممكن هتنجح أبدا أبدا إلا يكون الرب معاك. ممكن تنجح في العالم بمقياس العالم، لكن نجاح العالم ده حاجة، يعني ده حاجة مؤقتة. نجاح العالم وانت مش فيك الرب، مش ساكن فيك الروح القدس، فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لو انت خسرت الحياة الأبدية، لو ما فيش علاقة بالرب يسوع، حتى لو حققت نجاحات كتير في العالم، فلا هذا الأمر لا شيء، يعني لا يفيدك في أبدية لا تنتهي. مكتوب كده: رأى سيده أن الرب معه. كل الناس شافوا أن الرب مع يوسف سيده، وأن كل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده. وكمان يقول كده: ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. هللويا هللويا. مهما صنع يوسف كان الرب ينجحه، لأن الرب معاه. كل اللي بيمد يوسف إيده إليه ربنا ينجحه. كل عمل، كل خطة، كل تدبير يوسف بيعمله الرب كان بينجحه. ليه؟ لأن في علاقة شخصية بين يوسف وبين الرب الإله. يعرف الرب تماما تماما. علشان كده عزيزي المشاهد، أخي وأختي، لو أنت ملك للرب وحياتك ملك للرب، ثق تماما أن كل اللي هتعمله هتنجح فيه. لأن ببساطة أنت مش هتطلع بره مشيئة الرب، هتعمل كل حاجة في مخافة الرب وفي حضور الرب وبرأي الرب. عشان كده هتنجح في كل ما أنت تصنعه. خدنا الرب له سلطان الإرسالية، خدنا ضمان أو اتكلمت عن ضمان النجاح الإرسالية، أن المعية الإلهية كان الرب مع يوسف. الأمر اللي بعد كده التخطيط بالروح القدس في الإرسالية. كان في خطة عملها يوسف أو تخطيط أو مشورة قالها لفرعون، ونصحه بأنه يقيم رجل بصير وحكيم ويجعله على أرض مصر، ويوكل نظارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة الأرض في 7 سنين الشبع، ويجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة ويخزنونها، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع.
فلا تنقرض الأرض من الجوع. الكلام ده نلاقيه في تكوين صح 41 من آية 33 لآية 36. لكن في أمر كمان، أن فرعون مصر يعرف أو يعترف بالإله الحقيقي. أخيرا فرعون يضع ثقته في يوسف ويصدق أن يوسف فيه روح الله. فرعون زمن يوسف عرف أو اعترف بالإله الحقيقي الذي كان في يوسف. يقول كده في الكتاب في سفر التكوين أصحاح 41 آية 37 لآية 40: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده فيه روح الله. يعني يا فرعون، انت عارف ان كل الآلهة اللي انت بتعبدها بما فيهم نفسك، انت بنصب نفسك إله على شعب مصر، انت عارف ان هذه الآلهة لا تفيد، عشان كده بتعترف ان يوسف فيه روح الله. يا رب أنا بصلي من أجل المصريين في الأيام دي يعرفوا الإله الحقيقي وحده، يعرفوا أن يسوع المسيح ابن الله الحي المرسل من السماء لخلاص المصريين ولخلاص كل العالم يا رب. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا. يعني أنت عرفت يا فرعون وبتعترف إن الله مع يوسف وإن هو اللي عرفه بكل الأحلام دي. قال له كده: ليس بصير وحكيم مثلك. أنتوا عارفين، وأنا بتكلم دلوقتي عن فرعون بصلي من أجل كل الذين هم في منصب، زي ما قال الكتاب كده، أن يعني مسؤولية علي وعلى كل المؤمنين أننا نصلي من أجل الملوك وجميع الذين هم في منصب ليعرفوا الإله الحي الحقيقي. بصلي إن المصريين في الأيام دي هيجي الوقت اللي هتكلم فيه عن مصر في الحاضر. دلوقتي أنا بتكلم عن مصر وشعب مصر والفرعون أو الفراعنة في القديم في الماضي، وهنمشي بتسلسل من سفر التكوين لغاية ما نيجي للعهد الجديد للوقت الحالي وللوضع الحالي، وبعد كده نتكلم عن مستقبل مصر المجيد الرائع. هل فرعون كده بعدما أعلمك الله كل هذا؟ ليس بصير وحكيم مثلك. مش هلاقي حد حكيم زيك. أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. لكن لسه العظمة واخدة فرعون، يقول له: إلا إن الكرسي أكون أنا فيه أعظم منك. فرعون مصر يعترف بالإله الحقيقي. آخر حاجة بتكلم عن مكافآت الإرسالية وتحقيق أهدافها. الإرسالية اللي الرب كلف بيها يوسف ونزل لأرض مصر حققت الأهداف بتاعتها. أيوة، في تكوين 45 من آية 8 ل 13 نشوف الأهداف اللي اتحققت. يقول كده يوسف: فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. اسرعوا اصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف: قد جعلني الله سيدا لكل مصر. انزل إلي لا تقف فتسكن في أرض جاسان. أرض جاسان في الوقت ده بيقولوا كده المفسرين تقع شرقي دلتا النيل في محافظة الشرقية بمصر، اللي هي محافظة الشرقية حاليا. كانت أرض خصبة تصلح للرعي، أطلق عليها أرض رعمسيس في تكوين 47 عدد 11. قال له كده قال لإخواته كده: هاتوا أبويا هنا فيسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوع، لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وهوذا عيونكم ترى وعيني أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر. أنا قلت لكم يوسف رمز للمسيح. تخبرون أبي بكل مجدي في مصر. وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد في صلاته في يوحنا 17، قال كده:
عن الآب للآب كده، قال له أعطيتني المجد، أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، أنا ليا كل المجد منك يا أبا الآب، وأنا بديهم المجد ده. ويوسف بيقول تخبرون أبي بكل مجدي في مصر. من بعد الذل والضيق والألم أصبح يوسف ممجد. ما تزعلش لو أنت عشت في وقت ضيق، ما تزعلش يا خادم الرب، لا تحزن ولا لا تضطرب، سواء أنت أو أنت يا خادمة الرب. الرب يمسح دموعك، الرب يرفعك من الضيق إلى رحب لا حصر فيه. الرب يعطيك أن تكون مثمرا في أرض المذلة والجوع. الرب يجعل مجده عليك ويجعلك ممجد في كل مكان تروحه. يرفع الرب رأسك بعد سنين الألم اللي كنت فيها منحني. الرب يرفع رأسك، يخلي رأسك مرفوعة. الحاجة الوحيدة اللي تذلك وتخلي رأسك في الأرض هي الخطية، هو أنك تبتعد عن المشيئة الإلهية، هو أنك تبتعد عن الخطة الإلهية. هي دي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تتذل. أما غير كده، لو أنت مستقيم أمام الرب، لو أنت مغسول بدم المسيح، لو أنت عايش للرب، لو أنت كل حياتك خطوة بخطوة مع الرب، لو في مخافة الرب جوه قلبك، فأنت هتكون مرفوع الرأس. عمر ما ربنا مش هيسمح لحد من البشر يذلك. مكتوب كده قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. ربنا دفع فيك ثمن غالي، مش هيخليك عبد لحد أبدا. حتى لو البشر تعبوك وتذليت شوية، لكن اعرف ان ده لخيرك، ان ده لخيرك. بس انت برضو راجع نفسك. لو في خطية هي اللي سببت لك الألم، فرق ما بين الألم اللي انت فيه والضيق اللي انت فيه بسبب الخطية، بسبب الضعف الروحي، بسبب بعدك عن مشيئة الرب، ما بين الألم اللي بيجي نتيجة خضوعك للرب وخدمتك للرب. يقول كده الكتاب قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجل اسمه. لكن الألم هنا يعني أنك تتألم من أجل خدمة الرب، مش بتتألم بسبب أنك عملت خطية، مش بتتألم بسبب أنك طلعت برا مشيئة الرب، لكن أنت بتتألم لأنك بتخدم الرب وأمين للرب. لما تكون أمين للرب وبتخدم الرب، الألم أنت نفسك هتكون فرحان في وسط الألم. يوسف كان بولس كان في السجن ودخل السجن كتير، لكن يقول أفرح في ألامي، أفرح في ألامي. أنا فرحان في ألامي مش عشان أنا لأني مش بتألم بسبب خطية، لكن أنا فرحان لأن أنا بتألم لأجل خدمة رب البشرية، فدية رب يسوع المسيح. لكن أنا على قلبي كمان أوصل رسالة خاصة جدا 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 لحد بيسمعني دلوقتي، ممكن يكون أكتر من حد في أي دولة في العالم بيتكلموا بالعربي، حتى لو بلغات تانية. الرب يقودك إنك تترجم كل الكلمات اللي أنت بتسمعها باللغة القوم بتاعك أو العشيرة بيعرفوها، عشان توصل لهم كلمة الرب. على قلبي أقول لك حاجة جميلة في تكوين أصحاح 30. معاك الكتاب المقدس، افتح معايا تكوين 30 وخد الإعلان ده منك. الإعلان ده لحد معين، لحد خاص كده معين. وبالمناسبة هتلاقوا الرقم التليفون موجود على الحلقة وعلى كل الحلقات، لو حد يتصل عشان أصلي معاه وعشان كمان يشاركني بالاختبارات العظيمة، يا ريت. أنا أحب أسمع مشاركتكم واختباراتكم. في سفر التكوين أصحاح 30 وآية 22 ل 24 بيقول كده الكتاب إيه؟ اسمع كده. وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت وولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف،
قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. تاني خد الإعلان ده ليك وليك النهاردة. ذكر الله رحيل في الوقت ده، كانت رحيل قبل الوقت ده كانت رحيل ما بتخلفش، ما كانش عندها أولاد، كانت حزينة جدا. لو انت وزوجك لسه ما لم ترزقوا بأولاد إلى الآن، خد الإعلان ده ليك النهاردة، وبدل اسم رحيل حط اسمك. وذكر الله، يلا حط اسمك كده انت وزوجك. ذكر الله انت بالاسم، وسمع الله لها ليك انت، وفتح رحمها، حبلت وولدت ابنا، فقالت نزع الرب عاري، ودعت اسمه يوسف اللي هو معناه يزيدني الرب ابنا آخر. الكلمة والإعلان النهاردة ليك يا أخت وليك أنت. إذا كنت بقالك فترة وأنت بتصلي ولسه الرب ما ادكش أولاد، باسم الرب يسوع وأنت بتسمع دلوقتي مش صدفة، الرب يديلك ابن الموعد زي ما ادى لإبراهيم وسارة إسحاق، واداهم رغم أنهم كانوا كبروا في السن، وادى كمان لزكريا وأليصابات وكانوا كبار في السن، اداهم كمان يوحنا. مش أي واحد ادى لهم ولد ولا أي ولد. وزي ما ادى الرب لرحيل ويعقوب يوسف، وزي ما ادى الرب لحنا أم صموئيل وزوجها القانا ادى لهم صموئيل، الرب ينزع عارك، رب يرفع رأسك، رب يعطي لك نسلا مباركا صالحا يعبد الرب، يكون نذير للرب. تعطوا ابنكم نذير للرب، يكون خادم للرب باسم الرب يسوع. أنا عايز أصلي معاكم دلوقتي، مع كل المشاهدين اللي بيسمعوني واللي بيشوفوا دلوقتي. شوف الرب كلمك إزاي في الكلمات دي، في الحلقة دي. صلي معايا وانت يا أخت زي ما بكلمك كده، آمني وصدقي. وانت وزوجك ادعوا، كلموا بعض، نادوا بعض باسم المولود اللي انتوا تحبوا تسموه، إن كان إسحاق أو أي اسم تاني انتوا تختاروه. بالإيمان اندهوا لبعض كده، قولي له كده انت بالإيمان أبو ابن اللي جاي بالإيمان، واللي الرب سمع صلاتنا. وانت كلم مراتك كده قول لها بالإيمان هندعي الرب، أو هندعي إن احنا لينا مولود، وهننادي بعض باسم المولود ده باسم يسوع. يلا صلي معايا الصلوة دي. يا رب من كل القلب بشكرك بعظمك، ببارك شخصك العظيم المبارك لأنك القادر على كل شيء. يا رب أنت قادر أن تعطي لهذه الأسرة يا رب اللي بتعاني واللي منتظرة بقالها سنين يا رب نسل مبارك وذرية صالحة. يا رب اديهم يا رب سؤل قلبهم باسم الرب يسوع. استجب يا رب لهذه الطلبة، وزي ما أعطيت رحيل وذكرت رحيل وأعطيتها يوسف، وزي ما ذكرت حنا وأعطيتها صموئيل، وزي ما اديت اليصابات يوحنا المعمدان، يا رب بصلي انك تعطي لهذه الأسرة يا رب مولود، ومش أي مولود لكن يكون ابن ليك باسم الرب يسوع. يا رب تمجد في حياة كل أسرة بتسمعني الآن وعندهم الإيمان والثقة واخدين وعد منك يا رب أنك تعطيهم يا رب، أيا كانوا ديانتهم إيه ولا جنسيتهم إيه ولا بلدهم فين، أنت تقدر يا رب تحقق المعجزة اللي هم منتظرينها باسم يسوع. صلاتي كمان لأجل يا رب كل حد بيسمعني زي يوسف تعب وتألم كتير، أنت قادر أنك ترفع الرأس، وقادر يا رب أنك تجلس ابنك يا رب وأولادك وبنتك على العرش بعد ما كانوا في ذل العبودية. شكرا يا أبانا لأنك بتسمع لينا وتستجيب، ولاسمك كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين.